هتصدقيني بقى لو قلتلك هعمل معاكي غدا ل3 ايام وفي بروتين قيمته الغذائيه عاليه جدا لاولادنا وبأطعم مختلفه كمان. اه والله انا جبت 2 كيلو بسارية، كيلو ب25. الاتنين كيلو جبتهم ب50، نضفتهم كويس جدا. بشيل الراس واشدها لفوق كده، يطلع معايا بالبطن، بغسلها كويس لحد ما الميه تبقى شفافه وحلوه وبالراحه عشان ما تتهريش. قسمت الاتنين كيلو على 3 اطباق. اول غدوة عندي هخللها معايا بولة فيها معلقة كبيرة من الملح، حطيت عليها معلقة صغيرة من الشطة وربع معلقة من الكركم. جبت علبة فيها كيستين جوا بعض، حطيت معلقة واحدة بس من الخليط تحت، وابتديت احط الطبقات بالتبادل، طبقة من البسارية طبقة من الملح اللي معايا، لحد ما خلصت الكمية اللي معايا كلها. نزلت باخر رشة من الملح اللي معايا، عليه ورقتين من اللوري، وكمان جبت ليمونة واحدة بس قطعتها طرنشات كده، انا مش هعصرها، انا قطعتها بس شرايح وحطيتها على الوش. هنا بقى هقولك لازم تغسلي ايدك كويس قوي قبل ما تبتدي تفرغي الهواء خالص من الكياس، وتقفلي عليها كويس جدا. وحطيتها في العلبة وقفلت. تاني صنفة معايا او تاني غدوة معايا عملتها، هعمل صينية طعمها حلو جدا ومميز. في الصينية حطيت بصلتين قطعتهم صغير كأنك بتقطعي للسلطة، واتنين طماطم وقرن فلفل رومي. لو عايزاها حامي او سبايسي حطي قرن واحد. كمان حطيت في الكبة معايا حوالي 6 فصوص من الثوم، حطيت ملح وكمون وكزبرة وشطة وطماطماية، وحطيت عصير ليمونة واحدة بس، وما رميتش القشرة، انا خليتها معايا هقولك عاوزها ليه. هنا بقطع كزبرة خضراء، وكمان في الكبة هحط ربع كوباية من الزيت، وهروح اضربها في الكبة. ابتديت دلوقتي اخد من الخليط اللي انا عملته في الكبة 3 معالق كده ولا حاجة، خلطتهم على الخضار وقلبت كويس، نزلت بالبسارية. قشر الليمونة اللي انا عصرتها ما برميهاش، انا بقطعها كده على الوش. سويت الصينية بتاعتي وهنزل بباقي الخلطة، بس هسيب معايا معلقة واحدة هعوزها لتالت طريقة معايا. هنزل عليها بحبة من الزيت، وهدخلها الفرن على اول رف اقرب للفرن من تحت، يعني احط الشبكة من تحت واحطها. هنا بقى تالت طريقة معايا كوباية من الدقيق، كوباية من المية، حطيت معلقة من الكمون والكزبرة والشطة والثوم، وخدت المعلقة اللي باقية من الخلطة اللي قبل كده بتاعت الصينية. لو انت هتكتفي ان انت تعمليه مقلي بس، يبقى حطي معلقة كبيرة من الثوم ومعلقة من هريسة الشطة. حطيت عصير ليمونة، وبعد كده نزلت بالبسارية بتاعتي. هنا حطيت الصينية خلاص في الفرن وسبتها، وخدي بالك عينك عليها عشان ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. ابتديت اقلي كأنك بتقلي كريسبي بالظبط. عارفة الدجاج الكريسبي كده؟ هتغرقيه، تطلعيه من الخلطة السائلة على الدقيق فقط، وتقلبيه كويس جدا وتنفضيه من الدقيق، يا اما بايدك يا اما بمصفى، وتنزلي على طول على الزيت السخن. ما تقلقيش، هتحسي انه ملزق في الاول، هيفك لوحده ما تخافيش. بصي بيطلع الواحده بوحدتها كده كريسبي وقرمشتها فظيعه. بجد بجد هتعشقي الطريقه دي. بين كل دور ودور لازم تصفي الزيت من خلال المصفى كده، عشان الزيت يفضل معاكي لاخر حبه نضيف وحلو. هنا بوريكي ان كل اللي طلعته الدورين اتاكلوا وانا واقفه الحمد لله، بألف هنا وشفا عليهم. دلوقتي بصي بيطلع معاكي كريسبي ازاي. طبعا مش محتاجة اقولك انك الصينية لوحدها كافية غدوة، والمقلي لوحده كافي غدوة، المخلل لوحده كافي غدوة. انا في بيت عيلة فعشان كده عملت صنفين مع بعض. انتي لو اسرة عادي صغيرة هيكفيكي جدا واحدة بس، لان دي صينية كبيرة مقاس 30. وكمان اتبقى كمان مني لتاني يوم. ده اللي لحقت اصوره في المقلي، طبق ده بس. الباقي الحمد لله بألف هنا وشفا، كنت اللي اطلعه ياخدوه على طول. هنا بقى اليوم التالت
كان معايا رنجتين كده، يعني خليتهم في على الصفحة طريقة خليت بيها الرنجة، وطريقة لسلطة الرنجة. بصي بقى هنا طلع معايا السردين، ده كان خامس يوم الصبح. البسارية او السردين، على فكرة ينفع تعملي السردين بنفس الطرق. طالعة طرية جدا. اتخلصت بقى من المية بتاعت التمليح ونضفتها كويس جدا. حطيت عليها رشة كده من الزيت والليمون والشطة. خليتها حامية بقى، ما تحلاش غير وهي حامية. وكمان عصرت عليها عصير ليمونة، وطرنشات ليمون كده على الوش، وظبطيها بقى بالفلفل والبصل المقطع. وقدمتها وكده. عملت 3 ايام غدا ب50 جنيه بس. جربي الطريقة هتعجبك. وبألف هنا وشفا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.